السلام عليكم، معكم اسماء في مطبخي مع اسماء. هنعمل مع بعض طاجن الباميه بالصلصه، وهنعمل معاه الرز حبه وحبه. معايا هنا فراخ سلقتها بالطريقه التقليديه، اللي حطيت ميه. اول ما الميه غلت على النار نزلت بيه الفراخ، وحطيت معاها طماطمايه وورق لوري وجزرايه. واول ما الفراخ دخلت على السوا ببدا بحط لها الملح بتاعها وبسيبها تكمل سوا. معايا هنا بقى الكوسه، ببدا اقشرها زي ما انتم شايفين كده باي سكينه عندك او اي حاجه مشرشره. وبعدين بقطعها زي ما انتم شايفين كده حلقات، بقطعها حلقات كده زي ما انتي عايزه برضو. وبعد كده ببدا اغسلها كويس بالميه، بشطفها كويس. هنا بقى معايا صينيه على النار او طاسه، وهبدا هنزل بمعلقه كبيره من الزبده وعليها شويه من الزيت، وهنزل ببصله اكون مقطعاها مكعبات صغيره. وبعد كده هبدا اقلب البصله لحد لما تاخد معايا لون ذهبي حلو كده. بعد كده هنزل بكميه الكوسه، هديها تشويحه بسيطه خالص لمده دقيقه بس مش اكتر. بعد كده هبدا هنزل معايا ب3 معالق كبار من الصلصه. لو حابه كمان تضيفي في الوصفه دي توم مفروم بيبقى حلو قوي برضو معاها، وتضيفي التوم مع البصل طبعا. وهنا بقى بعد ما قلبت الصلصه كده مع الكوسه واخدت معايا كده وسخنت معايا، هبدا بقى هنزل معايا هنا بالشوربه. شوربه بقى فراخ، شوربه لحمه، الشوربه اللي موجوده عندك. طبعا لو مش عندك شوربه ممكن تستخدمي مكعب مرق دجاج في الوصفه دي، مفيش اي مشكله، وميه سخنه. تمام. وهنا هبدا بقى اغطي النار واسيبها على نار متوسطه كده عشان تستوي معايا. وهنا بقى رصيت عليها قطع الفراخ اللي معايا، وهدخلها وهدهن الفراخ معايا بصلصه، وبدخلها تحت الشوايه في الفرن. تمام. انا كده الكوسه مستويه معايا والفراخ مستويه معايا، بس مجرد ان انا بس بدي لون كده للفراخ تحت الشوايه بتاع الفرن. هنعمل بقى الرز اللي مع بعض اللي هو حبه وحبه. طبعا الرز بنقسم الكميه اللي احنا هنعملها نصين. بحط معلقه من الزبده، شويه زيت، بحط نص كميه الرز، ببدا اقلب فيه لحد لما الرز زي ما انتم شايفين كده معايا اخد لون ذهبي غامق. تمام. وبعدين هبدا هنزل بنص الكميه الباقيه من الرز واقلبه برضو لمده دقيقه واحده بس. وبعد كده هبدا اطشه اضيف عليه الشوربه برضو اللي هي شوربه الفراخ. ولو الرز محتاج معاكي ملح بتضيفي، بس انا الشوربه هنا كانت معايا تمام. وبسيبه بقى على نار واطيه خالص او نار هاديه وبسيبه ياخد سوا، بياخد بتاع حوالي 10 دقايق على النار او ربع ساعه، مش اكتر من كده، والرز بيبقى استوى معايا بس كده. وهنا بقى غرفت الرز معاكم حبه وحبه اهو، شكله تحفه بجد. وعملت جنبيه طبق سلطه حلو كده. والطاجن الكوسه برضو غرفته، وغرفت الفراخ وحدها. واشوفكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد في مطبخي.